إذا كنت طالب أو حتى عم تشتغل وحلمك إنك تشتغل بشركات عالمية برواتب أعلى من رواتب الشركات الصغيرة، وخصوصي بمجالات الاي تي وإدارة الأعمال والهندسات، فبحب أقول لك شغلة مهمة. أهمية اللغة الإنجليزية بتعادل أهمية اللغة الألمانية، والسبب بسيط. هي الشركات العالمية مثل اكسنتشا، مايكروسوفت، انفيديا، فودافون، حتى تيليكوم اللي هي بالأصل شركة ألمانية، عندهم اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى بالشركة، هي اللغة الأساسية. يعني ممكن القسم بألمانيا يكون بيحكي ألماني، بس أول ما يطلع الموضوع لبرا كل شيء بصير بالإنجليزي. مثلا إذا صار معك مشكلة باللابتوب، غالبا رح تحكي مع قسم بالهند لحتى يقدروا يصلحوا لك اللابتوب. وإذا بدك تحكي مع قسم الموارد البشرية، غالبا رح يكون التواصل بالإنجليزي. أسوأ سيناريو ممكن يصير معك إنك تكون مرتاح بشغلك وفجأة يقولوا لك استلم هذا العميل وهو بالأصل ماله ألماني. فتخيل تكون بهذا الموقف، شو ممكن تتصرف وكيف بدك تقدر تتعامل مع هذا العميل. قد ما كانت الخبرة اللي جمعتها وقد ما كانوا عدد السنين اللي انت اشتغلتهم، ما رح يقدروا يساعدوك بهذا الموقف. لهيك نصيحتي لك، قد ما عم تعطي اللغة الإنجليزية اهتمامك، حاول تعطي حتى لو جزء صغير من هذا الاهتمام للغة الإنجليزية، لأنه ممكن تكون الفرق بين وظيفة عادية ووظيفة تفتح لك أبواب أكبر بكتير.